طبعا انت عارف التزامك بالتمرين والاكل مهمين جدا. عارفين ازاي تبقى ملتزم بالاكل وبالتمرين، بس انت عارف ان النوم ممكن يفيدك بالظبط زي ما الاكل وزي التمرين. ايه بقى اللي بيحصل وانا نايم عشان يبقى الموضوع مهم كده؟ هاخدك تعال نشوف الحوار ده. لما بتنام انت كانك بتعمل ريستارت لكل الاجهزه اللي جوه جسمك، عشان تاني يوم لما تصحى يكون عندك الباور والطاقه. انت بتنام عشان تصحى تاني يوم فايق بالباور بتاعتك 100%، تقدر تخش اليوم بوشك مفيش حاجه تفرق معاك. لما بتيجي تنام او اول ما تخش في النوم، اللي بيحصل ايه؟ ان المخ بيبدا يخزن المعلومات اللي انت جمعتها طول اليوم. لما ده بيحصل المعلومات بتثبت اكتر وبتترتب، لان انا ممكن اكون جمعت معلومات كتير النهارده، قريت كتير واتفرجت على حاجات كتير وسمعت كلام من ناس كتير، فالمعلومات دي كلها في المخ متنطوره. اول ما بتنام المخ بيبدا يرتبهم بشكل ان انت لما تحتاج تفتكر منهم حاجه هتقدر تفتكرها. الجسم وانت نايم بتخلص من السموم جوه الاكل قبل ما الجسم بقى يتخلص من السموم والفضلات والحاجات دي. هو اصلا بيتخلص منها ازاي؟ هو دلوقتي جمع البروتين اللي هو محتاجه، الجسم بدأ ياخد البروتينات من البروتين من الأكل، بدأ ياخد الفايدة بتاعته، الفايدة الغذائية من الأكل اللي أنت أكلته طول اليوم عشان أنت شاطر وبتاكل أكلك مظبوط. بس في أكل، في حاجات زيادة جوه الأكل أنت جسمك مش محتاجها، أو يعني خلاص الجسم امتص الأكل، امتص الفايدة الغذائية من الأكل، واللي باقي دلوقتي الشيء نفسه اللي أنت أكلته أو بواقي الشيء اللي أنت أكلته بعد ما اتحرق. فالحاجات دي كلها بتخرج بقى على هيئة السموم والحمام اللي جوه. تخيل بقى لو انت ما نمتش، ايه اللي هيبقى فايت جسمك؟ انت في حاجات كتير هتبقى فايتاك، وفي حاجات كتير مش هتبقى مستفيد بيها. انت لازم تنام، انت محتاج نوم عشان تستفيد من الحاجات دي كلها. لازم برضو تكون عارف ان في مراحل للنوم، عشان كده احنا بنحاول ننام اكبر وقت ممكن، مثلا من 6 ل 8 ساعات. مراحل النوم دي صار هو نوم عميق ونوم متوسط ونوم خفيف. هو ده مش اسمهم فعلا، بس هو متقسمه كده في الاخر. النوم العميق دي المرحلة اللي انت بتبقى خلاص انت في النوم خالص، وانت صحيت في الوقت ده هتصحى تعبان ومحدش هيقدر يصحيك بسهولة، يعني هتبقى صاحي متضايق ان انت صحيت. لو صحيت في النوم الخفيف، مرحلة النوم الخفيف، هتصحى فايق، هتصحى مش حاسس انك حد مصحيك، او مش هتصحى حاسس ان انت محتاج تنام اكتر، هتصحى فايق حسب انت كنت نايم كام ساعة. بيعدي عليهم ازاي؟ هو مثلا انت بتبدا من هنا من النوم الخفيف، تنزل النوم المتوسط، نزلنا النوم العميق، بعد كده تطلع تاني للنوم المتوسط، تطلع تاني للنوم الخفيف. فانا من النوم المتوسط النوم العميق الفتره بتاعته انا محتاج اعدي عليها كذا مره عشان اوصل لاكبر استفاده انا محتاجها. عشان كده بنحتاج ننام من 8 ل 6 ساعات، لان عقبال ما نوصل لكل مرحله كذا مره وكل مرحله 90 دقيقه، فاحنا محتاجين نوصل للنوم العميق اكبر عدد من المرات واحنا نايمين. عشان كده بنحاول ننام من 6 ل 8 ساعات في الغالب. انت بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا، فانت غالبا شخص بيتمرن، فانت عارف ان انت بتتعب طول اليوم، بتبذل مجهود ومحتاج ترتاح عشان جسمك يبدا يبني نفسه ان هو يقاوم المجهود ده احسن المره اللي جايه. يعني ما ينفعش اضيع ساعه مثلا قبل ما انام ولا حاجه، ان انا بحاول انام. بنخش في النوم ازاي بقى وبنحاول نوصل للنوم عميق ازاي بسرعه؟ فدش بارد مهم جدا، الجسم بيحاول يقاوم درجه الحراره البارده وانت بتنام عشان يتدفى عشان يبدا ينام. الاوضه لازم تكون ضلمه جدا، كحل، يعني انت مش شايف اي حاجه. لو محتاج تجيب الماسك تحط على العين، هات الماسك تحط على العين، بس يعني مش شرط قوي، ضلم الاوضه وخلاص. درجه حراره الاوضه ما تكونش حر قوي ولا تكون بارده قوي، حاول تكون في النص. وابعد عن الموبايل، متخليهوش جنبك وانت بتنام عشان هيأثر على نومك، بالذات لو انت فاتح الشاشة قاعد بتتفرج على حاجة او بتحاول تقرا من الموبايل. عايز تقرا حاجة قبل ما تنام او عايز تتفرج على حاجة وانت بتنام، في اوبشن موجود في معظم الموبايلات دلوقتي اللي هو بتاع النايت شيت، بيخلي الشاشة مصفرة شوية. ده بيحمي عينك وفي نفس الوقت بيخلي الأشعة الزرقاء بتاعت الموبايل اللي هي أصلا في الغالب بتخليك تفوق، الإضاءة المصفرة شوية دي بتريح العين ومتخليش المخ يفضل شغال مع الشاشة زي الإضاءة الزرقاء. طبعا احنا عارفين التمرين مهم وكل حاجة ولازم أتمرن،
في اي وقت في اليوم طول ما انا محتاج اتمرن. بس لو تقدر تخلي التمرين وقته بعيد شويه عن النوم على الاقل بساعه، ده هيكون احسن. عشان انت لو لسه متمرن وتمرين شديد، مثلا كنت بتتمرن في شايل اوزان وكده، ده يعتبر انتنستي عاليه او شده عاليه، ده هيخلي نبضات القلب عاليه، مش هتقدر تخش في الراحه بتاعه النوم. لان انت لما بتنام نبضات قلبك المفروض بتقل شويه عشان الجسم ينام. حاول تخلي التمرين بعيد شويه عن وقت النوم عشان تعرف تنام كويس. حاجه مهمه تاني في النوم، حاول دايما تنام وتصحى في نفس الوقت. ممكن تنام في وقت مختلف تمام، بس حاول على قد ما تقدر تصحى دايما في نفس الوقت ده. لما تصحى دايما في نفس الوقت انت دماغك هتتسيستم اللي هو انا بصحى في الوقت ده وانا عارف انا ورايا ايه، فمش هتضيع وقت. ودي يعني مش حاجه ليها دعوه بالجيم قوي، بس دي حاجه ليك انت. لو انت مش هتعرف تنظم يومك، صحيانك كل يوم في نفس الميعاد هيخليك تبدا تنظم اليوم، تبقى عارف انت بتصحى الساعه كام. فانا عارف ان انا مثلا بصحى الساعه 8 الصبح 7 الصبح، بقى اليوم انت عارف ترتيبه ماشي ازاي، فمش هتضيع وقت خالص. الحلو برضو ان انت هتنام اكتر وقت ممكن. فانت لو استفدت اي حاجه من الفيديو ده ممكن تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية تفيدكم اكتر بكواليتي احسن كل مره. يلا انا اروح اجيب قهوه بجد عشان دي فاضيه وانزل التمرين.